نملة عند رب العالمين. ايش قال بعدها؟ من هم يا رب؟ الواحد الآن المؤمن تشرئب بنفسه يقول يا رب بس وصف لي ايش يسوون هذولي، كيف ينصرونك؟ انت وعدت ووعدك حق، في وعد وفي شرط، إذا حقق العبد الشرط حقق الله له الوعد. إذا الله الآن قال لام القسم، هذه لام موطئة القسم، الله ما يحتاج يقسم حتى نصدقه. قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله، يعني لا تنظر لبشار وهالتفاهة، والله هذا نملة، هذا ذرة عند رب العالمين. قال لينصرن ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم يا رب؟ علمني عشان أبدأ أقيس نفسي كم البون والفرق اللي بيني وبين هذولي، اللي أن في شروط 1 2 3. أنا لما أقول يا أخي الوظيفة هذه ما يتقدم عليها إلا واحد معه بكالوريوس ومع لغة ومع كمبيوتر، أنت ما تجيني إذا معك بكالوريوس وما معك لغة ولا كمبيوتر، صح؟ لكن لما أقول لك حط الشرط الأول وتجيب 4 صور و تضبطها قبل لا تقدم علي، لأنك تعلم أني أنا هذه شروطي، ما حضرتها ما أقبلها، ما أصلا ما تقدم أنت، لكن مش كنا مقدمين إحنا وإنما ما سوينا شيء. إي والله قال الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين، خذ معك ورقة الآن واكتب، الذين إن مكناهم في الأرض، نصرته الآن على عدوه وقلت له يلا تعال احكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا، ما قال صلوا. هل إحنا نقيم الصلاة؟ أقاموا الصلاة يعني يصلي وهو خاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل إحنا فعلا الحين بعضنا ما يصلي؟ فإذا شروط خلينا ناخذها واحد واحد. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تكفي. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر بعدها فرعون وعاد وثمود وأن نسفهم كلهم متى؟ يوم حققوا هؤلاء عوامل النصر. الآن يا أخي لا نقول نروح بعيد، ما نبغى نمكننا في الأرض تحطني في برلمان وأحكم بشرع الله. الآن في بيوتنا هل احنا حكمنا شرع الله؟ اللي يقوله الله هو صح واللي ما يقوله هو خطأ؟ شيخي الغالي تعال نتكلم عن قضية أقل مراتب الإيمان، أقل مراتب الإيمان، وقيس نفسي أنا وإياك الآن، وأبغى كل من يسمعني، ما هو بس في أهلنا في سوريا بل في كل مكان. الآن لما تحضر مكان فيه منكر، احنا لما تقول لكل واحد أنت مؤمن يقول كيف يا أخي؟ طيب تعال أختبر إيمانك بأقل مراتب الإيمان. الحين واحد راح الآن وهذه شيخة أعجبتني من أحد الإخوة لما ذكرها، يقول إذا جيت في مكان ولقيت فيه منكر يقول أطلع، فيسألوني الناس يعني قلت بدري تو الناس توك جاي يعني 5 دقائق وطلعت، فتو الناس يقول لك والله أنا بطلع، ما هو والله أنا جاي عشان أتعشى وأقعد معكم، بس أنا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، طيب فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. قال إيش بعدها وراها؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيقول وأنا طالع أقول لهم أنا بس طلعت عشان بطمئن على إن في عندي حبة خردل، لأني الحين سكت لا بيدي ولا بلساني وقعدت معكم، إذا أنا أثبت نفسي ما عندي حبة خردل من الإيمان. مسلم نعم بس ما في إيمان. فهل فعلا إحنا نحافظ على قضية الحبة من الخردل هذه؟ هل يا شيخ فعلا هذه واحد يقول دخل إنكار المنكر حتى بقلبك في النصرة؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى جعل لنا أمور حتى يعجل بالنصر، إحنا نبغى عوامل النصر عشان نسرع يا جماعة. لما خالف في أحد ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم، لما خالفوا يقول الله سبحانه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف، قال قل هو من عند أنفسكم. في جماعة إحنا ما نبغى نطول على أنفسنا، نبغى من اليوم كل واحد في بيته. يا أخي عيالك نايمين ما صلوا، يا أخي قومهم. أن نبغى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله راضي على هذا